يقولون إن الأسرار تموت مع أصحابها، لكن أسرار جيفري إبسون كانت أضخم من أن يحتويها قبر. نحن اليوم أمام اللحظة التي ارتعشت لها فرائس النخبة العالمية. آلاف الصفحات رفع عنها الختم القضائي لتكشف لنا أن جزيرة الشيطان لم تكن مجرد إشاعة، بل كانت مقرا لدولة خفية يدخلها الكبار ليخلعوا أقنعة الوقار ويغرقوا في وحل الجريمة والرذيلة. إبسون لم يكن مجرد ملياردير، كان مهندس علاقات بنى إمبراطوريته على جثث أحلام قاصرات غرر بهن. بمساعدة شريكته غيسلين ماكسويل استطاع إبسون أن يحول الضعف إلى نفوذ. كان يصور كل شيء، يوثق اللحظات المظلمة لضيوفه ليحولهم في النهاية إلى دمى في خزانة ملفاته. ملفات نفتحها اليوم لنقرأ الأسماء التي صدمت العالم. لنبدأ بالرؤوس الكبيرة. بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق، الاسم الذي تردد أكثر من 70 مرة في الوثائق بصور وشهادات تضعه في قلب الحدث. دونالد ترامب الذي رغم نفيه ذكر كصديق قديم تردد على نوادي إبسون. ومن بريطانيا الأمير أندرو الذي تسببت شهادة فيرجينيا غوفري في طرده من الحياة الملكية. ولا ننسى إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وبيل ريتشاردسون الحاكم الأمريكي الراحل. حتى العقول التي أنارت البشرية سقطت في عتمة إبسون. الصدمة الكبرى كانت ستيفن هوكينغ عالم الفيزياء المقعد الذي ظهرت مطالبات في الوثائق لإثبات تورطه في حفلة مشبوهة. مارفن مينسكي الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، ولورانس كراوس عالم الفيزياء الشهير. كيف استطاع إبسون سحب هؤلاء العباقرة إلى مداره المظلم؟ أما في عالم الأضواء فالقائمة تطول وتطول. الأسماء التي وردت في السجلات والرحلات الجوية تضم ملك البوب مايكل جاكسون، والساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد، والنجوم ليوناردو دي كابريو، توم هانكس، كيفن سبيسي، وكاميرون دياز. كما ظهرت أسماء عارضة أزياء عالميات مثل ناومي كامبل وهايدي كلوم. حتى عالم التكنولوجيا لم يسلم بظهور اسم بيل غيتس في سياق لقاءات أثارت الكثير من الجدل حول أسباب طلاقه. الشهادات تتحدث عن غرف تحت الأرض، وكاميرات في غرف النوم، وطائرة خاصة لقبت بلوليتا إكسبريس. الوثائق تكشف كيف كانت الضحايا يسقين الكحول والمخدرات ويجبرن على توفير التدليك لرجال يكبرهن بعقود. إنها تجارة بشر مغلفة برائحة العطور البارزية وسجاد القصور الفاخرة. انتحر إبسون أو نحر ليبقى السر الأكبر معه، لكن هذه الوثائق هي صوت الضحايا اللواتي سرقن في صمت لسنوات. العدالة قد تكون بطيئة، لكنها اليوم تهدم أصنام الشهرة واحدا تلو الآخر. هل هذه هي النهاية، أم أن الأرشيف ما زال يخبئ فصولا أكثر رعبا؟